بعد فترة غياب كبيرة قوي. انا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف، يلا بينا. اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. هسألك سؤال صغير، تفتكر الصين قادرة تقعد ألمانيا في البيت وما تخليهاش تنتج أي عربيات تاني؟ لو عندك إجابة رد عليها في الكومنتات وتعالى نتكلم في الموضوع ده. الصين بقى عندها كم كبير جدا جدا من العربيات وشركات غريبة وأسماء غريبة وإكسبونج وبينج وعربيات كده غريبة وأسماء شركات أغرب منها، ولحد دلوقتي أنا نفسي مش عارف أحفظ أسماء العربيات دي ولا أسماء الشركات من كتر ما هي بقت كبيرة. بس برضو أرجع وأقول العربيات الصيني ملهاش هوية، ولسه أنا مش متقبلها، سواء كانت عربيات internal combustion يعني احتراق داخلي او حتى عربيات كهرباء. انا لحد دلوقتي برضو مش متقبلها لان هي ملهاش هويه، حتى شكلها والديزاين بتاعها مفيش هويه خالص. انا معاك ان العربيات الصيني بيكون سعرها ارخص بكتير من العربيات الالماني، خصوصا مقابل كميه التكنولوجيا اللي بتبقى موجوده في العربيات الصيني. بس تاني ارجع واقول العربيه الصيني ملهاش هويه، عربيه ملهاش تاريخ، ملهاش خبره. حد هيرد عليا يقول لي طب ما الشركات الصيني دي مش هي اللي بتصنع العربيه من اي تو زد؟ استحاله. اقول لك تمام مظبوط، هي بتبعت تجيب قطع غيارها من شركات تانية مسؤوله ان هي تعمل قطعه الغيار دي، والشركه بتبقى مديالها المواصفات بتاعتها وعلى اساسها هي بتصنعها. فازاي تقول لي الشركات دي ملهاش خبره؟ العربيات دي والشركات دي ما عندهاش اي خبرة لو جيت قارنتها بعربيات وشركات تانية ألمانية بقالها 25 سنة و30 سنة في مجال العربيات وصناعة العربيات. ده رأيي ان العربيات الصيني والشركات الصيني تمام سعرها منافس جدا وسعرها رخيص جدا مقابل كم التكنولوجي اللي بيبقى موجود فيها لو جيت قارنتها بعربيات ألماني من نفس الفئة بتاعتها. فانت لو ليك رأي تاني او عندك رأي تاني يا ريت تسيبولي في التعليقات وهنتناقش مع بعض. انا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف.